السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة نعمل شاورما وكاتشب وتومية. السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل شاورما زي ما تيما قالت لكم. يلا يا تيما قولي لهم. تيما تعالي قولي لهم التفاصيل بتاعه الشاورما. لا مش عارفه. هنتبل الشاورما الاول بشويه علبه زبادي، ومعاها يعني كيس تتبيله الشاورما او توابل الشاورما لو عندك، ومعانا شويه خل وشويه زيت. بس هي كده كفايه قوي تتبيله الشاورما. طب انتي لو مش عندك بقى كيس التتبيله ده، هتعملي ايه؟ هتحطي معلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر وبابريكا هي اسمه ايه، وفلفل اسمر وجنزبيل باودر وشويه ملح برضو، معاهم الزبادي والخل والزيت لازم اساسي يعني. وكل ما تسيبيها في التتبيله كل ما تستوي معاكي بسرعه وما تاخدش وقت، وكل ما يكون طعمها احلى. يعني لو كل ما تتبليها بدري يبقى احلى. وهسيبها بقى تتبل مع نفسها كده، وهعمل ايه شويه خيار مخلل طبعا عشان خاطر الاكل لازم يكمل بشويه خيار مخلل. انا قطعت الخيار زي ما انت شايفه، قطعت تقطيع اللي تعجبك، معاهم شويه ملح وشويه وفصين توم، وهنزل عليهم بمعلقتين خل او ربع كوبايه خل وشويه ميه سخنين، واغطيهم بقى لغايه ما ايه احتاجهم ان شاء الله يكونوا خلصوا. بس انا وشويه كركم، معلش نسينا الكركم. في الوقت ده بقى كانت التتبيله الشاورما بتتبل، وانا ما عوقتش عليها يعني قد ساعه كده او ساعه ونص مش اكتر، وابتديت اشتغل فيها. طاسه على النار، طاسه صاحبتي دي اللي في كل فيديو معايا في كل فيديو الانتيم بتاعي. شويه زيت ومعلقه سمنه كبيره، وطبعا يسخنوا جامد وننزل عليهم بالشاورما عشان تاخد صدمه وما تنزلش الميه بتاعتها وتبقى خطيره كده زي ما انت شايفه. بس انا ما بقلبش هنا، انا بس كنت بوزعها واسيبها، لان انت لو ابتديتي تقلبي فيها وانت لسه منزلاها تلاقي عملت زي شوربه كده. لا انت سيبيها عشان ما تنزلش كتير. بصي السوائل بتاعتها مش كتير اهي. طبعا كده كانت بقالها يجي تلت ساعه على البوتاجاز وخدت اللون الجميل ده. وكنت مجهزه البصل والفلفل متخرطين جوليان او رفيع كده. برضو هي بتهيألي ريت خريطه بتاع الشاورما، يعني اللي هي جوليان او جوانح، بيقولوا عليها جوانح. انا عندي بقى الشاورما ونزلت بالبصل، انا بعملها هي دي الطريقه بتاعتي، كل واحد بيعملها بطريقته. البصل هقلبه لغايه ما يدوب بس لونه يبقى ذهبي. بصي بقى هو كده جميل قوي. رجعت تاني، رجعت الشاورما ومعاها الفلفل، وكده خلاص تقلبتين 3 وهي كده تمام. ونبتدي بقى نعمل السندوتشات. طبعا انتوا سامعين صوت فاطمه عماله تعيط، وانا مش سائله فيها لان هي اصلا ما بتسمعش كلامي، وانا رحت ضرباها ومخرجها بره. نزلنا الفلفل وهديها برضو، يعني انا هسيبها مع الفلفل قد دقيقه كده، مش هكتر عليها عشان الفلفل ما يستويش. انا بحبش الفلفل المهري يعني. بس وطبعا انا جايبه العيش جاهز اللي هو العيش السوري. انت ممكن تعملي في البيت اللي هو العيش اللي اسمه ايه، الكريب، وتحشيها بيه، او فينو بقى، استسهلي اي حاجه اللي انت شايفه اعمليه. وطبعا كده استوت خلاص. انا نزلت بشويه كاتشب، وهنا فسحت فسحه صغننه كده وحطيت فيها شويه طحينه وشويه خل، بتدي الشاورما طعم جميل قوي. واقلبهم على بعض بقى في الاخر كده مع بعضهم. والله شكلها بيحكي عن طعمها اكيد يعني. الاكل برضو بالشكل يا جماعه، يعني مش كل الاكل بالشكل، يعني في حاجات كده شكلها تحس ان هي جميله وعلى حسب. بس هي فعلا كانت طعمة جدا ولذيذة. وبرضو مش السر في طريقة العمايل، والله السر في كيس التتبيلة. وعملنا كاتشب وتومية، بس انا ما صورتهمش يعني كده الفيديو كان هيبقى طويل قوي عليكم. وانا كده جيت بقى اعمل السندوتش. انا ما رضيتش اعمل على، يعني جربت الاول اعمله هي مفرود ده، فانا حسيت ان هو بيتهري العيش بسرعه. فانا رحت عاملاه مجوز بقى وحشيت على كده، يعني كده يبقى كان بالنسبه لي افضل ومتحكمه فيه اكتر، ما يبقى طويل قوي كده ومش عارفه اتصرف فيه. وبرده هنا صاج على النار وشويه زيت صغننين، وابتديت بقى ايه احمصهم من جنبين بس ومفيش حاجه تاني. في ايه تاني يا تيما؟ ناقص حاجه تاني ما قلناش يا تيما؟ لا، نهار ابيض نسينا. لو عجبكم ولا ما عجبكمش؟ لو عجبكم الفيديو ما انت تنسوش زعلانه ليه؟ طب علي صوتك، مش انت جيتي تصالحيني؟ هي جيت تصالحني بعد ما كانت بتعيط.
فبقول لك كلمي بقى، قولي لو ايه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. ولو ما عجبكوش اعملوا برضك لايك واشتراك. حتى لو ما عجبهمش؟ ليه بقى؟ لا يا فاطمه قولي حلو. بحبك. تحبيني قد ايه يا تيما؟ قلبي البحر وسمكة. والله. والله. كده قدمناها بألف هنا على قلوبكم لما تجربوها، ان شاء الله تعجبكم واسمعوا كلام فاطمه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.